مواقف الأطفال المحرجة نتعامل معها. يا أمهات، كلنا مرينا بها. الموقف اللي ابنك فجأة يقول حاجة بصوت عالي في السوبر ماركت، أو يسأل سؤال محرج وسط الناس، أو يعمل تصرف مش في وقته خالص. أول رد فعل طبيعي إننا نحس بالحرج ونفكر خلاص مش هأخده معاي بره تاني لحد ما يكبر ويتأدب. لكن هنا المشكلة، لو قعد في البيت طول الوقت هيتعلم ازاي يتعامل مع الناس، ازاي ينمي مهاراته الاجتماعية. الحل مش إننا نمنع الخروج، الحل إننا نستغل الموقف نفسه. غطاء مفتاح الرقم 1: خدي نفس وابتسمي. تذكري إن كل الأطفال بيعملوا كده، وأغلب الناس حوالينا فؤهمين. غطاء مفتاح الرقم 2: صححي بهدوء. قولي له مثلا: دي حاجة ما ينفعش نقولها بصوت عالي، ممكن نحكيها بعدين. غطاء مفتاح الرقم 3: علميه البديل. أزاي يسأل أو يتكلم بطريقة لائقة. غطاء مفتاح الرقم 4: مدحي أي تصرف إيجابي عمله بعد التوجيه. مع الوقت، المواقف دي هتتحول من إحراج لفرص تدريب حقيقية، وهتتفاجئي قد إيه مهاراته الاجتماعية هتتطور. وأهم حاجة، كوني أنت قدوته، لأن الأطفال بيقلدوا قبل ما يسمعوا النصايح.